حاضر حاضر يا بسيم. بما ان انت جايه في يوم الجمعه ده بيبقى الدكتور هنا زحمه قوي وفي ادوار وفي ناس كتير قاعده. خلاص حاضر هحطك في الدور المستعجل. بقول لك يا بيت، هي مين اللي قاعده هناك دي؟ انت مش جايه معاها؟ انا اول مره اشوفها في البلد يعني، واول مره تيجي هنا للتمرجي. مين دي؟ دي جمالات صاحبتي وصاحبة عمري، وكمان مرات العمدة، مرات كبير البلد هنا. امال ايه؟ انت مش عارفاها ازاي؟ ايوه هي دي مرات العمده الجديده. ايوه. لا انا ما كنتش بصراحه شفتها قبل كده، بس انا سمعت يعني اللي هو اتجوز جديد. وهي اللي جايه تكشف يا بنت ولا انت؟ ده انا بحسب انت اتجوزتي وجايه تكشفي. ما اعرفش ان هي اللي دخلت تكشف. ضحكتيني يا بنتي يا اميره، والله هبلي وجاموسه كمان. يعني انا هتجوز ومش هقول لك لا، ده هي بس اتاخرت في الخلفه شويه وجايه تشوف الدكتور هيقول لها ايه. بالله عليك يا شيخ تحطنا في الدور المستعجل، وانا وصيتك اهو هنقعد وهستنى ان انت تنادي دورها. خلاص حاضر، اقعدي بس جنبيها هيني وعشان ما حدش ياخد باله وانا هدخلك. حاضر حبيبتي يا اميره، ربنا يخليكي لي. هو ده كان العشم برضه، كان عشمي كبير ان انا اخش على طول، بس عشان ما اعملكيش مشكله هنستنى شويه. يلا روح عشان التمرجي بينادي عليك. هي البت دي واقفه كل ده يا بسيم بتديك الدور بتاعني؟ رغايه جو. لا ده صاحبتي دي اميري شغاله هنا مع التمرجي، بتدخله الدور وكده بتساعده. ما غلبانه قوي وخليتها كمان تحط جسمك في الدور المستعجل عشان تدخلي وكده. على طول هنخش ان شاء الله. عن حقي صحيح نسيت اقول لك ان اميري قالت لي مين اللي معاكي دي، بما ان هي صاحبتي يعني وعندها عشم فيا زياده فبتسالني يعني مين دي. قلت لها ان انت مرات العمده ومرات كبير البلد وجايه تكشفي عشان اتاخرتي في الخلفه شويه. هو ده اللي احنا هنقوله يا جمالات. اوعي تتلخبطي وتقولي ان احنا جايين يعني عشان ناخد يعني حبوب منها الحمل. اوعي تقولي. لا يا بسيمي، وانا هبلي؟ ما انا فاهمه انا هقول ايه. خلاص احنا متفقين، انا داخلك عشان اتاخرت في الخلفه شويه. ماشي بس يا مسهل الحال تدخلنا بسرعه عشان مش عايزه حد يشوفني هنا. بقول لك ايه يا واد يا سعيد، هو انت دفعت كام للتمرجي اللي جوه ده؟ دفعت له قد ايه؟ ليه يا عم؟ ده دكتور حلو ده والبنت سعاد عارفه ناس في البلد وكده بيروحوا يكشفوا عنده، فهو جميل، هو الوحيد اصلا اللي في البلد يا عم. ودفعت له 50 جنيه هي ورزقها بقى، ربنا معاه. بص شكلها تعبان ازاي. ايوه يا روح امك، مين اللي هيشهد للعروسه؟ بتحبيه، انا عارفه انت بتحبها يا سعيد. ماشي، ربنا يخليها لك ويقومها لك بالسلامه يا ابني. ايوه يا سلام، يعني النهارده كل ده هيحصل يمي؟ يعني النهارده هتقعدوا وكل واحد هيتقسم عليه الدور؟ يا سلام. ايه دي ياما؟ هو ايه اللي ايدي يا بيت؟ هو فين حضرتين؟ بصي وراكي كده يا امي، هي مش دي جمالات؟ مش دي مرات ابويا؟ هي قاعده هنا عند التمرجي ليه؟ ايوه يا بيت، ايوه هي هتلاقيها جايه تكشف. اصل هي هتموت كده وبتاكل في دميه اللي انت حملتي وشلتي قبل منها وانتوا كنتوا متجوزين مع بعض. ايوه هي صحيح. وهي مين اللي قاعده جنبيها دي؟ مش عارفاها، هي اول مره اشوفها يا بيت. بصي مسالك البيت دي، مسالك طول عمرها. البيت جمالات دي جايه هتلاقيها من ورا ابوك. وهتيجي من ورا ابويا ليه يا عم؟ هي هتستفاد ايه؟ هتلاقي قالت له احنا اتاخرنا على الخلفه وهروح اكشف ولا حاجه. يا ستي ربنا يقويها ومش يديها اللي ببالها خالص يا رب. بس هتيجي معايا النهارده يا سعاد، تيجي تقعدي في القعده معايا، اصل انت عارفه امك ما بتعرفش ترد ولا بتعرف تقول اي حاجه، فانا عايزاكي النهارده معايا. ماشي يا سعاد؟ انا كنت هكلمك الصبح بس اتلخمت كده في شغل الدار، فانت اللي كلمتيني فخلاص قلت بركه هي اللي كلمتني اهو. فانا عايزاكي معايا النهارده. اقول لسعاد واقول له انا عايزه سعاد وكده، ولا انت اللي هتقولي له؟ لا يا عم اوعي تقولي كده قدامهم، انا هقول له بيني وبينه. ماشي، انا هقول له بيني وبينه وهجيلك على الدار. ماشي يلا يا حبيبتي، روحي انت على الدار وانا هرجع الدار عندي وبعد كده هستخدم منه وهجيلك. يلا روح. بس انا مش مرتاحه لجمالات في مجيها للتمرجي كده ومن غير ما تقول لحد. ربنا يسهل لها، هتموت عايزه تجيب الواد عشان ست ابوها متفقه معاها لو ما جابتش الواد هتكرشها من الدار، فهتحرب كده وتروح لتمرجيها كلهم اللي في البلد عشان تخلف الواد. يلا يا سعاد يلا، عشان انا تعبانه قوي وعايزه امشي، عايزه اروح. طب تعالي معانا يا حاج، انت شايفانا بخله ولا تعالي معانا الدار هناك، اشربي كوبايه الشاي وناكل لقمه مع بعضين. تيجي كده وتمشي كده يا سعاد، كده تمشي امك كده من غير ما حد نوجب معاها. والله هي اللي عايزه تمشي عشان ابويا هناك خارب الدنيا وعايز وعمال يرن عليا في التليفون ويجي له ويقول لي ابعت امك وكده، فهي هتروح بقى ومره تانية ان شاء الله. ايوه مره تانية ان شاء الله يا مساعد، عشان انا مشيت وسبت الدار ولا عملت واكل ولا عملت اي حاجه، والبنت هناء صغيره ما تعرفش تعمل اي حاجه، فانا همشي وان شاء الله مره تانية والجايات كتير يا حبيبتي وهجيلك ان شاء الله. خلاص ماشي يا حبيبتي، ربنا معاك. يلا يا حبيبتي ربنا معاك. انا استأذن بقى يا سعيد، عايزين حاجه يا اولاد؟ يلا سلام عليكم. هتيجوا بقى معايا على الدار ولا هتروحوا على الدار بتاعتكم؟ عشان تيجوا معايا تعالوا كلوا قلوب محاتي واشربوا كوبايه عصير كده يا سعاد. سعاد مش هتقدر تعمل لك حاجه، فتعالوا معايا على الدار.
لا معلش يا حماتي، انا عامله واكله عندي هناك في الدار، هروح بقى اكل وانام عشان انا تعبانه قوي قوي. معلش مره تانية هجيلك. يعني انت يا سعاد تقولي مره تاني وامك تقول مره تاني، هو انتوا مش بتحبوني ولا ايه يا ولاد؟ على العموم انا هسيبكم على راحتكم عشان ما اعملش مشكله، وهستأذناني عشان ابوك هناك مستنيني في الدار يا سعيد. عايزين تيجوا تنورونا تيجوا تعالوا، مش هتيجوا على راحتكم. السلام عليكم. وايه اللي انت عملتيه ده يا سعاد؟ انا رايح عند امي الدار بتقولي لها لا ليه؟ هو انا مش قلت لك كذا مره لما اكون واقف ما تتكلميش بلساني عشان انا ممكن اكون عايز حاجه انت ما تعرفيهاش؟ بتتكلمي ليه في اللي مالكيش فيه؟ اروح ولا نيجي ولا نروح الدار ولا ما نروحش؟ هو انت اللي هتمشيني يا سعاد ولا انا اللي همشيك؟ سعاد انا رايح لامي الدار. بقول لك يا سعيد، بقول لك ايه، قلت لك كذا مره انا حامل وتعبانه ولا قادره الف معاك ولا اروح هنا ولا اروح هنا. خلاص يا حبيبي، ما دام عايز تروح عند امك روح يا حبيبي لامك، وانا كمان هروح الدار عند ابويا هناك عشان في مشكله ولازم اكون حاضره معاهم. ايوه قولي كده اللي انت عملتي الحبايتين دول عشان تروح الحته اللي انت عايزاها. ما فيش مروح يا سعاد، ما فيش مروح عند امك لسه معانا. المشكله ايه؟ المشكله دي هم يحلوها مع بعضهم، وانت ما تروحي يعني هتحل لهم مشاكلهم. اقعدي يا سعاد وتهدي في الدار بتاعتك لحسن والله وانا بحلف هروح لابوك الحاج واقول له سعاد تعبت منها وما بقتش عايزها خالص. طب بص، انا هتفق معاك احلى اتفاق دلوقتي، انت تروح عند امك وانا اروح عند ابوي، وما دام انا مش عاجباك وانت زهقت مني ومش عايزني خالص وبتعالى ورايا اشتكي له مني. السلام عليكم. سعاد خد يا سعاد، احنا في البلد هنا، احنا في البلد وقلت لك كذا مره اما نكون عن طريق الزراعيه ما تفضحناش في الشارع. خد يا سعاد خدي. يا بنتي يا هناء، يا بنتي يا هناء، فين امك يا بنت؟ يا بنتي يا هناء انت فين؟ يا بيت يا سعاد اطلعي انا فوق يا بيت. خلاص طيب حاضر يا انا طالعه لك اهو. يا بيت يا هناء نادي على بنتك يا بيت، البنت جت، سعاد جت يا بيت نادي عليه. اطلعي يا سعاد، اطلعي يا حبيبتي، المهمة كبرت يمي وبطنها كبرت. قولي ما شاء الله، قولي ما شاء الله يا هناء عشان ما تزعلش منك، قولي ما شاء الله يا حبيبتي، اختك ما شاء الله خلاص قربت تولد. الواحد تعبان قوي يا امي والله، مش قادره اطلع لكم هنا خالص، ما تنزلي اقعدوا في القاعه تحت. ايه ده يا هناء؟ ايه القمر دي؟ ايه الجلابيه الحلوه دي؟ الحقي يا ام، ده جايبه اشربي زي حماتي. ايه الجمال ده يا هناء كبرتي يا هناء، قبل ما اشوفك عروسه يا حبيبي. انت عارفه بقى امك يا سعاد ما تعملش حاجه في الدار، ولا بتخبز ولا بتخليني انضف الدار تحت، ولا بتخليني اروح اجيب الطلبات، غير اما انضف السطح ونحط واكل للطيور. احنا بقى خلصنا اهو وهنزل بقى انضف الدار تحت عشان عايزه اخلص. خلاص ماشي، روحي بقى يا هناء شوفي اللي وراكي تحت في الدار وانا هتكلم مع امك شويه. خلاص طيب حاضر. طب انت هتولدي امتى؟ يعني النونه اللي في بطنك دي هتيجي امتى؟ تيجي زي ما تيجي، سيبيني يا هناء في حالي، انا مش قادره وهي ببطني. هقدر اما تيجي ان شاء الله يا هناء. عدي على صوابعينك كده 10 وهي هتيجي ان شاء الله. روحي يا هناء نضفي الدار وبعيدي عني. خلاص طيب حاضر ماشي يا عم. عايزه حاجه؟ لا خلاص يا هناء احنا خلصنا هنا يا حبيبتي، انزلي بقى نضفي الدار، ولو تعرفي بعد ما تخلصي كيدي تروحي عند ام اسماعيل، انا موصياه على شويه دقيق عشان نعمل شويه رجاج كيدي، روحي هاتيهم منها. يلا انزلي. خلاص حاضر بس هنزل انضف الدار الاول. يلا سلام عليكم. مشيت ازاي يا بنتي وسبتي جوزك كده؟ ده انت حصلتني على طول، تسيبي لي كده يا سعاد وتزعليه. لا انا قلت له ياما هو عايز يروح لامه في الدار وانا مش عايزه اروح عنديها بصراحه. هتقعد تقول لي رايحه فين وجايه منين، فعملت خناقه معاه بقى وجيت على هنا. المهم يعني انت ناويه تعملي ايه في القعده دي؟ مش عارفه والله يا هناء، انا جايباكي ليه يا بنتي، بس اللي ست ابوهم هتقول عليه انا موافقه عليه، وبصراحه انا مبسوطه قوي ان هي قسمت الاسبوع علينا انا وهيج، عشان انت عارفه ان انا ست كبيره ومش بقدر على نظافه الدار طول الاسبوع، وكمان انت شايفه هناء على قدها برضه. فتعالي ننزل كده عشان بطنك ما تفضليش واقفه كده يا بنتي حرام، ونشوف تحت هنعمل ايه. خلاص ماشي ياما، بس اهم حاجه واللي جاي في مخي كده اللي انا عايزه اتطقص واعرف ان جمالات راحت التمرج ليه. فهماني؟ هنقعد كده ونتطقص كده من ابوي اللي هو يعرف ان هي راحت التمرج ده ولا لا، عشان شكلي فيه اني ومخلياني تعباني ومخلياني دماغي كده مشغولي، فعايزه اعرف عشان انا واثقه ان ابوي ما يعرفش ان هي راحت التمرج. خلاص ماشي يا سعاد، بس يا بنتي احنا يعني مش هنستفاد حاجه، هي هتلاقي تجري على موضوع الخلفه ده، ربنا يقويكي، احنا مالي، اهم حاجه اللي انا اشوف راحتي وخلاص. بص بقى يا حاج، دلوقتي ام هناء غارت من العروسه الجديده، ودلوقتي عايزه ايامها، وكمان حرام هي ست كبيره وما تقدرش طول الاسبوع ان هي تنظف الدار، فجمالات تقوم بالنص التاني. ايه رايك؟ تقوم يعني قصدك يام بالنص الاسبوع الثاني تقوم بنظافه الدار والاكل وكمان تبقى معايا؟ ايوه انا قصدي كده. الموضوع ده بصراحه عدل من عند ربنا، لا ايه اللي هنطرح عليهم اقتراح تاني،
ان دي تبقى اسبوع ودي اسبوع تاني، يعني دي تاخد اسبوع من اوله لاخره تنظيف وترويج وطبيخ وكل حاجه، والاسبوع اللي بعده التانية برضو جاي تقوم بنفس المهام بتاعت كل يوم. ايه رايك في الموضوع دي؟ خلاص اللي انت شايفاه يا حاجي، انا يعني مش هرفض ومش هقول لا، بس اهم حاجه هم الاثنين ما يقعدوش كل شويه يعملوا مشاكل، عشان انا دماغي بتوجعني خالص منهم. فيعني هنطرح عليهم الكلام دي وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. السلام عليكم، وحشتوني يابا، وحشتني يا جدي. عامله ايه يا سعاد؟ انت مش بتيجي ليه يا بنت الدار هنا؟ مش بنشوفك خالص، بس انا عذراكي، انا عارفه شايفاكي كده مصفر كده وتعبان. الحمد لله يا جدتي، ده انا كده بقيت عال خالص، ده انا لسه جايه من عند التمارجي والحمد لله طمني، وده انا كده بقيت عال، ده انا كنت تعبانه قوي الحمد لله. هتجيبي بقى ولد ان شاء الله ولا بنت؟ التمارجي على فكره بيعني قال لك الحاجات دي يعني ياما انا اعرف يعني اللي هي بيد الله، ما حدش يعرفها. ايوه صوحي كده يابا، ايوه ما حدش يعرفها يا جدتي، الحاجات دي بتاعت ربنا، دي بتاعت ربنا بقى، انا ما اعرفش وما اقدرش اسال التمارجي، حتى لو التمارجي قال لي واد ولا بيت انا مش هصدقه خالص. انت هنا يا سعاد، وانا عماله ادور عليكي في الدار. تعالي ياما، انا قعدت ادور على ابويا وجدتي في الدار لحد ما لقيتهم هنا، هم كانوا وحشيني قوي. تعالي اقعدي معانا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ضحكتيني قوي ياما والله، ده انت غلبانه قوي. في واحده قاعده معانا، دول قاعدين معاكي ياما طول النهار في الدار ياما، تقول لهم ازيكم عاملين ايه؟ ايوه اقول لهم ازيكم عاملين ايه، اصل انت ما تعرفيش حاجه يا سعاد، احنا قاعدين في دار طويل عريضه بطول البلد كلها ومش بنشوف بعض يا حبيبتي. ابوكي قاعد مع السنيوره طول النهار وست ابوهم ما تعرفيش يا اختي بتروح فين. خلاص يا اختي ما تزعليش، ما احنا قاعدين القعده دي وطفحين الدم عشان خاطركم، عشان نقعد كده ونعرف هنعمل ايه. فين جمالات يا حاج؟ انت مش جاي لها يا ابني على القعده اللي احنا قاعدين فيها دي، ولا هنطلع كمان لحد عنديه نقول لها على القعده؟ ما قلت لهاش ليه؟ والله ما عارف هي فين يا حاج، انا مش عارف هي فين، هي قالت لي رايحه مشوار ومشي، انا ما اعرفش هي راحت فين. يعني انت يابا ما تعرفش جمالات المشوار اللي هي رايحه ده رايحه فين؟ لا والله يا بنتي ما اعرفش حاجه، بس انا قلت لها ما تتاخريش عشان في القعده بتاعت النهارده، انا ما اعرفش حاجه. هو انتوا شفتوها في البلد؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، مش عارف تحكم مراتك وتخليها تقعد في القعده اللي احنا قاعدين فيها دي من جويلها يا عضال. مش هينفع كده، مش هينفع. اتصل بيها كده وشوفها فين. ما هي سايبه التليفون فوق على السرير، ان زمانها جايه ياما، زمانها جايه يا حبيبتي. ماشي يا حاج، دلالتها سودة مع ست ابوه، اما تبقى ست ابوهم عامله قاعده مهمه وكمان انا اللي استنظرها. ما شاء الله ما شاء الله، والله يا ست ابوه ما فيش اي داعي للزعل. انا سمعتك وانا جاي وانت عماله تزعقي. كنت بجيب طلبات انا محتاجاها وكده، وجيت على طول اهو. كده غلط يا جمالات، احنا كيدي نزعل مع بعض قوي لان عاملين القعده دي لمصلحتك ولمصلحه الدار، عشان ما تقومش كل شويه ويلعب فيه. انا مش ناقصه كل شويه مشاكل. طب انا خلاص ما عملتش حاجه يا حاج، انا بقول لك انا رحت اجيب حاجات يا حاج. قول لها اللي انا قلت لك، مش انا قلت لك انا رايحه اجيب حاجات؟ والنبي ما تزعلوني، انا جايه فرحانه ان انا هقعد معاك. ازيك يا مهنا، عامله ايه؟ معلش ما سلمتش عليكي يا سعاد انت وامك، عشان سمعت ست ابوهم عماله تزعل فدخلت على طول. ازيك يا سعاد، عامله ايه؟ لا يا حبيبتي ما فيش حاجه، لا سعاد مش زعلان، عادي لو دخلتي ما سلمتيش عليها، هي مش زي بنتي. والله ضحكتني يا مهنا، زي بنتي ايه؟ ده احنا في دور بعض. ايه احنا في دور بعض؟ يعني انت عمرك زي عمري يعني؟ خلاص خليني ساكته احسن. معلش بقى يا هنا اللي انا قعدت في وشي، بس انا ما بقدرش ابعد عن الحاج. صح يا حاج؟ صح يا روح الحاج، انت كنت فين بقى؟ عشان انا زعلان خالص. لا ما تزعلش خالص، انا رحت كيدي اشتري حاجات انا والبنت بسيمي، ما انت عارف بسيمه صاحبتي، رحنا انا وهي نشتري شويه هدوم وكيدي، وبقول لك بعدين كده اوريك انا جبت لك ايه. بص بقى يا مهنا انت وجمالات، احنا قعدنا نتشاور انا والحاج كيدي على مشاكل الدار، وعرفنا ان المشكله الاساسيه في الدار وفي مشاكلها ان الحاج الكبير طول الاسبوع مع العروسه الجديده. وخلاص جمالات ما بقتش عروسه جديد، انت بقى واخده بقالك فتره يا جمالات والحاج كان معاكي. وطبعا ام هناء لها حق ان هي تزعل، لان برضو مراته ولها حق عليه. فخدنا قرارين، اول قرار هطرحه عليكم دلوقتي، وكل واحده منكم تقول رايها وهل هي موافقه عليه ولا مش موافقه. وطبعا يعني هنقعد نحل اي مشكله هتقف قدام. ماشي يا حاج، قولي يا حبيبتي، بس ما تجيش عليا يعني، عشان انا يعني لسه متجوزه وما اقدرش يعني على بعد الحاج. يخرب بيت دمك سيم. بصي يا جمالات، الاسبوع يا حبيبتي 7 ايام، احنا هنخليه عشان نحكم بالعدل، هنخليه 6 ايام. اختاري الايام اللي انت عايزاها، 3 ايام ليكي و3 ايام لام هناء. ايه رايكم في الراي دي؟ انا موافقه يا ست ابوه، انا موافقه على القرار ده، حتى واحنا بنتعارك تحت عند الفرن قلت لي وهي ما رضيتش. مش موافقه ليه يا جمالات؟ هو مش قرار عدل دي ولا مش عادل؟
سعاد، لا ما قلتش حاجه يا ست ابوهم. بس هي بتقول لي ال3 ايام اللي هي مثلا هتاخدهم مع الحاج انا اللي هقوم بنظافه الدار والواكل وكل حاجه. وانا مش جايه على الاتفاق ده بصراحه، انا جايه على اتفاق تاني وانت عارفه كده بيه. الاتفاق التاني ده اللي انا متفقه معاكي ان انت ما تجيبي الواد هتاخدي نص الدار. وطبعا كل اللي حاضرين وكل اللي قاعدين دلوقتي عارفين بدي. انت ما جبتيش الواد يا حبيبتي والكلام دي بتاع ربيني. انا مش هقول لك انت ما خلفتيش ليه ولا ما شلتيش ليه، ده بتاع ربيني. بس يا حبيبتي انت متجوزه راجل، يعني ليه دار، يعني في نظافه وفي ترويج. ماشي يا ست ابوهم، انا ما قلتش حاجه، بس معلش يعني انا والحاج وانت اللي في الدار. مين اللي بيوسخ الدار ومين اللي المفروض ينظفها؟ انا اللي المفروض اطلع للبط والفراخ اكلهم وانزل كمان اخبز وكمان اكلكم وانا بطولي في الدار. حرام يا حاجي حرام. لا مش حرام يا حبيبتي، علشان ام هناء على قد سنها وان هي كبرت في السن بتقوم بكل ده بصراحه بما يرضي الله، بتقوم لوحديه. وانا جايباكي عشان تخليه الواد بس يا جمالات؟ لا، تقومي برضه بطلبات ابني، وطلبات ابني واجب. هتقومي بيه ولا مش هتقومي بيه؟ طب خلاص طيب قولي القرار التاني كده. مش انت بتقولي ان في قرار تاني؟ قولي يمكن يعني اوافق عليه. خلاص ماشي، هقول القرار التاني. القرار التاني يا ام هناء بدل ما يكون ليكي 3 ايام هيكون ليكي اسبوع، وانت يا جمالات برضه ليكي اسبوع. ايه رايكم؟ عشان الاسبوع تاخدوه كله راحه، والتاني تكون بتعمل شغل الدار ويتلف برضه الايام على التاني. ايه رايكم؟ لا انا مش موافقه بدي، لا مش موافقه. يعني انا افضل اسبوع كامل اقعد اخبز واطبخ وانضف الدار؟ حرام عليكي يا ست ابوه. انا لسه صغيره، ما اقدرش انا على الكلام دي. لسه صغيره؟ لمي شعراتك دي يا حبيبتي وانت هيبان سنك. لمي كده شعراتك واتجي الله. بقول لك ايه يا هنا، مالكيش دعوه بشعراتي يا حبيبتي. هو انت عندك زيهم؟ بقول لك ايه ما تتكلميش مع امي بالطريقه دي. مهما كان هي اكبر منك في السن. اتلمي لاقوم لك. انا حامل وبطني قدامي، بس فيا صحه تهدك بقى، هموتك. انا كنت النهارده عند التمرجي يا امي. تمرجي؟ الف سلام عليكي يا سعاد. انت كنت عند التمرجي النهارده؟ ايوه يا حبيبتي كنت عند التمرجي وكنت بكشف هناك، وكان في ناس كتير كده كنت اعرفها. طيب يا حبيبتي ربنا يقومك بالسلام. خلاص يا ست ابوهم انا موافقه على ال3 ايام وال3 ايام التانيين لام هناء. انا موافقه خلاص. ايوه كيدي، ناس تخاف ما تختشيش. ممكن بقى استاذن اطلع الجوده بتاعتي عشان انا تعبانه، عشان انا جاي كنت بجيب حاجات وانا تعبان، فشوف اللي انتوا عايزينه يعني واعملوه. خلاص ماشي، روحي يا جمالات، روحي يا حبيبتي. يا رب انت اللي عالم بيه تكروشها من الدار وما تخليش ليها رجل تخشوا هنا تاني. يا رب انت اللي عالم بيه يا رب. ما خلاص يا ام هناء، احنا خلينا ليكي 3 ايام اهو في الاسبوع. انت مش موافقه وزعلانه برضو؟ لا انا بحاسب ربنا فيه. انا موافقه على كل حاجه ترضي الحاج. ربنا يخليكي ليه يا ام هناء، ما انا عارف ان انت الخير والبركه. انا لو الخير والبركه يا حبيبي ما كنتش اتجوزت علي. ماشي يا حاج. خلاص بقى، ما انا فهمتك انا اتجوزت ليه وعملت ايه. مش قلت لك الحاجات دي سر بيني وبينك؟ انا هروح بقى عشان اصلي. روحي قومي يلا يا سعاد، قومي عشان ما تعوقيش على جوزك ويزعل مني. يلا يا حبيبتي عشان ما يحصلش مشاكل بينك وبين. يلا استاذنكم. انا هستاذن انا بقى يابا، هستاذن بقى عشان ما اعوقش على سعاد يابا. انا بوصيك على امي ست كبيره واي حاجه بتقصر فيها. ماشي يا جدتي، يلا عن اذن. بقول لك يا حاج، انا كنت عايزه اخد رايك كده في الجمعيه الخيريه اللي هي في نواحي البلد بتاعتنا. ايه رايك فيه؟ مش انا قلت لك كذا مره انك ما تجيش تجابيني تاني، عشان انا قلت لك ان انا مش هقدر خالص ان انا اشوفك يا حسن. وانت كمان لو عايزني وشاريني تخش لابويا من الدار، تخش من الباب كده يا حبيبي وتتقدم لي. ما انا هاجيلك والله، هاجيلك واتقدم لك، بس مش هبقى اما اكون جاهز يا هناء. انا لسه لحد دلوقتي ما اتصرفتش في موضوع الشقه دي. اما انت يا حبيبي ما عرفتش تتصرف لحد دلوقتي، جاي تجابلني على اساس ايه؟ جاي تجابلني على اساس ايه يا حسن؟ ما تجابلنيش تاني. طب انا اعمل ايه؟ طيب انا اعمل ايه؟ انا عنديش غير ان انا اقدر اجيب شقه ايجار، وانت مش عايزه شقه ايجار، انت عايزه ملك. طبعا انا لازم اسافر بره عشان اجيب الملك ده. تسافر بري عشان تجيب الملك؟ تسافر بري؟ طب امشي من قدامي يا حسن، عشان سعاد اختي جايه ورايا وهتشوفني. امشي بسرعه. طب انت مكشره ليه كده؟ يعني انا جاي من اخر البلد عشان اجي اشوفك وانت تكلميني بالاسلوب دي؟ ماشي يا هنا، ماشي انا همشي. انتوا بقى حبايب قلبي قوي عشان بتقولوا لي في التعليقات كلام يفرحني قوي قوي، وكمان لايكات، بتعملوا لي لايكات كتير قوي، وانا عايزه اكتر واكتر عشان اتشجع ان انا اعمل فيديوهات تانية. وكمان قولوا لي رايكم في الجلابيه بتاعتي والاشارب الجميل دي. ماشي يا حبايبي، ما تنسوش اللايكات والكلام الحلو اللي انا بفرح بيه. يلا السلام عليكم.